الحمد لله الذي ينصر من لدينه نصر، ويعز جنوده الذين يدفعون عن أوطانهم الخطر، ويظلهم بظله الذي لا يغلب، ويعزهم بسلطانه الذي لا يقهر. والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المجاهدين الذي أيده الله بالنصر المبين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. ثم أما بعد، تحل علينا في هذا اليوم الطيب المبارك ذكرى عزيزة غالية على قلب كل مصري، وعلى قلب كل عربي، وعلى قلب كل مسلم، ذكرى انتصارات 6 من أكتوبر المجيد. هذا اليوم الذي كتب الله تبارك وتعالى فيه لجنوده العزة والغلبة والنصر والتمكين في معركة الكرامة، في معركة المجد، في معركة العزة، في معركة العبور العظيم. هذا اليوم الذي حقق فيه الجيش المصري الباسل بمعاونة الجيش السوري العظيم أكبر نصر، حيث انتصرت قواتنا الباسلة على قوات العدو وكبدته خسائر فادحة، حطمت خطه ودفاعه وحصونه في ساعات معدودة، وقد كانوا يزعمون أنه الخط الذي لا يمكن اختراقه. حقق المصريون والسوريون نصرهم المبين وهم صائمون وهم مكبرون، ورفع الجيش المصري رايات العزة والكرامة عالية خفاقة فوق أرض سيناء المجيدة. ما أحوجنا إلى استرجاع روح النصر، إلى استرجاع روح أكتوبر في كل مجالات حياتنا. علينا أن نستعيد هذه الروح، روح الكفاح، روح النضال، روح المثابرة، حتى يتحقق لنا النصر المبين في كل مجال من مجالات الحياة، وفي كل ميدان من ميادينها. بالبشر والنصر المبين أتانا أكتوبر الخير الذي وافانا، شهر به انتصر الجنود على العدا، فزهت لذلك أرضنا وسمانا. مصر العزيزة حصننا وحمانا، هي جنة الرحمن في دنيانا. كل عام أنتم بخير، كل عام أنتم بعزة، كل عام أنتم بمجد وفخار. سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.